الشأن الفلاحي أطلقت المديرية الإقليمية للفلاحة بأسا الزاق عمليات غرس نبات الصبار المضاد للحشرة القرمزية بالجماعة الترابية عوين تغمان. عملية ترم تعويض المزارعين عن الخسائر التي تسببت فيها هذه الحشرة. حافظ محضار محمود شراكي ومعهم المزيد. قرابة 1000 هكتار من نبتة الصبار المقاومة للحشرة القرمزية أطلقت المديرية الإقليمية للفلاحة بأسا الزاق عمليات غرسها بمساحات ممتدة بالجماعة الترابية عوين تغمان تعويضا لخسائر المزارعين الذين تضرروا كثيرا نتيجة انتشار آفة الحشرة القرمزية. نبات يتلائم وخصوصيات المنطقة التي تعتمد على بعض أصناف الزراعة كالصبار وتربية النحل كأساس لأنشطتها الاقتصادية. هذا الصبار المضاد للحشرة القرمزية يعوض الناس، يغرسوا الناس اللي قاع ضاعوا لهم الجنات ديالهم، ضيعتها لهم الحشرة. وكنشكروا هاد الناس فعلا، كنشكروهم غاية الشكر، لأنهم ماشي سهل تغرس واحد 100 هكتار بهذا النوع اللي مضاد للحشرة القرمزية. وكنطلبوا من الله باش تنجح هذه التجربة، تقريبا هي أول تجربة هنا بعوينة إغمان. إطلاق هذا المشروع الذي ينزل تدخلات الاستراتيجية الجديدة الجير الأخضر يقابله الشروع في فتح مسالك طرقية ستمكن أصحاب الحقول وضيعات الصبار من الولوج السلس إلى المنتوج. قمنا بفتح واحد المسلك طرقي على طول 7 كيلومترات بتكلفة حوالي 4 مليون ديال الدرهم، وهي بهدف يعني الولوج إلى حقول الصبار اللي جني هذاك المحصول ديال الصبار، أيضا والولوج إلى المراعي. هذا الأمر هذا تأتى من يعني ذاك البوتنسيال اللي كتعرفوا الجماعة ديال عوين تغمان، تأتى أيضا بكون يعني الأغلبية ديال ساكنة عوين تغمان يشتغلون في السلسلتين ولا في جوج السلاسل اللي هما النحل والصبار. فتح هذا المسلك الطرقي اللي يؤدي إلى وادي أسكارن اللي تتواجد فيه واحد المجموعة كبيرة جدا من جنانات ديال الصبار. كنتمناو عن يكونوا مسالك طرقية كيف مناطق ثانية في هذه الجماعة، في جماعة عوين تغمان. تجربة زراعة هذا الصنف المقاوم للحشرة القرمزية هي الأولى بهذا الإقليم الحدودي، حيث ينتظر أن تتوسع زراعة هذا المنتوج على مساحة 2000 هكتار من الأراضي الفلاحية.